السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. احنا هنعلق مع بعض على الفيديو اللي شغال قدامكم دلوقتي اللي انتم شايفينه كده. في بعض الأخطاء اللي احنا بنعملها بإيدينا بتأثر على الفراخ وتخليها ما تجيبش معانا موازين، وبالتالي كمان ممكن تكون سبب في انتشار الأمراض زي ما انتم شايفين قدامكم كده. أول حاجة انتم شايفينها، نلاحظ إن النشارة اللي مفروشة، احنا دلوقتي في الجو برد جدا، احنا جايبين شكارة محطوطة على شوية نشارة بساط خالص جدا، فالنشارة ديت مش عاملة عازل خالص، فالفراخ الأرض تحتها رطبة أو ساقعة تحتها، وكمان ان الفرشه ديت او الشكاره اللي تحتهم ديت حاجزه المؤاخذه الميه بالتصويره بتاعتهم بالكلام ده كله، فسهل ان هم ينقروا فيها والكلام ده كله، فتبقى سبب في انتشار الامراض. ده اول حاجه. تاني حاجه موجوده اللي انتم ملاحظينها كده، ان احنا مش حاطين الميه في سقايات، وده من اكبر الاخطاء اللي في ناس كتير بتكسل فيها او بتقع فيها. احنا مش حاطين الميه في سقايات، وحاطينها زي ما انتم شايفين في حله وحاطين فيها الطوب. طبعا الفراخ وهي بتشرب بتطول الميه من فوق، الميه لسه الحله لسه مليانه يعني، فبتطول الميه بتشرب منها. طب الميه تبقى بقى خلاص نزلت تحت في نص الحله او تحت، الفرخ بيضطر عشان يشرب، لانه طبعا كده مش هيطول يشرب الميه، بيضطر ان هو ينزل برجليه اللي محكوكه كلها من السبله ومعكوكه من التصويره بتاعته وكل الكلام ده كله، ينزل برجليه دي في الميه ويبتدي يشرب كمان، فتبقى الميه دي كلها بقت يعني ايه سبب من اسباب انتشار الامراض، بل ان هي كمان بقت كوكسيديا وكوليستريديا وسلامات، كل الامراض اللي موجوده في الارض او موجوده في الزرع بتاع الفراخ وبقى موجود على الارض وهم درسوا فيه، كله بيتحول في الميه. وممكن برضه هو بيشرب لا مؤاخذه يعني ايه يعمل حمام في الميه زي ما بيقولوا، فده كمان برضه ياثر على الفراخ ويكون سبب في انتشار الامراض. احنا عارفين ان الزرع بتاعهم ده بيبقى طالع او التصويره بتاعتهم فيها كل الامراض، لو في تصويره حمراء كوكسيديا، بني ده سموم دي كوليستريديا، انما الاحمر ده الكوكسيديا. وطبعا احنا عارفين بقى لو في تصويره بقى اي الخضره ديت اللي هي السموم، يعني اي حاجه من التصويرات دي كلها او اي حاجه من الحاجات دي كلها لو بقت في الميه والفراخ كلها شربت منها، لو فرخ واحد تعبان عدا كل الفراخ الموجوده. فاحنا ليه بنستخدم السقايات؟ احنا بنستخدم السقايات اولا عشان خاطر نحافظ على الميه اللي جواها ما تكونش سبب في انتشار الامراض، وكمان الدليل ان الميه انا كل ما الفراخ بتكبر بعد 7 ايام ببتدي ارفع الميه على طول، وبخلي حرف السقايه عند مستوى ظهر الطير عشان خاطر اتفادى او الميه اللي تكون موجوده ما تبقاش متسخه وما بقاش فيها يعني ايه ما بينزلش فيها الزرع بتاعهم، ما يبقاش فيها بهدله. فعشان كده بستخدم السقايات، يعني مش بستخدم السقايه، لا ده انا بستخدمها وكمان ببتدي ارفعها، بخلي حرف السقايه دايما عند مستوى ظهر الطير عشان احميها من الحاجات دي كلها. فاحنا لما احط في حله، وكمان الفرخه باك لو شرب ووطى وهو بيشرب، لو صدره اتبل ميه وناموا على بعضهم بيبلوا بعض وهيبردوا، وده حاجه اكيده يعني، لان هو بيشرب من الميه زي ما انتم شايفين، هو الميه مفتوحه قدامه. فانا بحط في سقايات، وفي ناس كمان بتستخدم نبل، وهوريكم دلوقتي صوره في ناس مشغله بالنبل وحاجه كويسه جدا خالص. ده كله عشان تحافظ ان الفراخ اولا الميه ما تبقاش متسخه، او الزرع ما يبقاش في ينزل في الميه ويبقى سبب انتشار الامراض، وتاني حاجه بحافظ على الفراخ ان هي ما تبردش ما تتبلش والكلام ده كله. فنخلي بالنا من النقطتين دول، اولا الفرشه لازم تكون عقلتين صابع، وقلنا قبل كده كتير في الفيديوهات الكلام ده. تاني حاجه موضوع الحلل دي ما ينفعش، انا مش هستخسر ان انا اجيب سقايه وباجي من عمر 7 ايام برفعها على قالب طوب، بعد كده مثلا 5 6 ايام على عمر 14 يوم مثلا برفع على قالبين. انا دايما بخلي حرف السقايه عند مستوى ظهر الطير عشان احافظ على الميه ما تبقاش متسخه ولا فيه اي حاجه. الفيديو اللي احنا هنشوفه دلوقتي برده كمان ده الفيديو التاني بقى، ده فيه العلافه. عاوز اقول لكم ان هي فيها كل امراض الدنيا والدين، يعني حاجه غريبه خالص. يعني انت راجل خلصت التربيه بتاعتك وربيتها، يعني ربيت وخلصت وبعت فراخك انت كلتها اي حاجه، بمسك العلافه اللي عندي ميه بكلور بحط فيها العلافه بتبوش، بمسحها بغلاف ولا اي حاجه وانضفها واركنها في الشمس تنشف للتربيه اللي بعدها. لكن مش هجيبها زي ما هي زي ما انتم شايفين شكلها قدامكم متسخه وحالها بالبلا زي ما انتم شايفين كده، وارجع احطها قدام الفراخ واحط فيها العلف. طبعا الفراخ هتنقر وهتلاقي اللون بتاع التصويره ده، او اللي هي معكوكه اللي هي السبله اللي عكاها قبل كده، او الحاجات القديمه من الدوره اللي فاتت، لو في كوكسيديا ولا كوليستريديا برضه هعدي الفراخ الجديده او الكتاكيت الجديده. يا جماعه انا ما ينفعش، وكمان العمر الصغير ده ما ينفعش نحط له في علافه زي دي كده، ما بيطولش العلف كله، بنحط له في بيقولوا عليها ايه اطباق التحضير اللي هي الحمراء دي، لان ما ينفعش في العمر ده احط في العلافه. والعلافه اما احطها زي ما قلت بتلم العده بتاعت الشغل كلها في ميه وكلور، وتقوم جاي ماسكها غسلها ومطهرها غسله كويسه، لان النظافه ضروري جدا. بعد ما بتحط تحصينات اي حاجه لازم تغسل بقى ايه السقايات، الغسيل الدوري، الحاجات دي كلها. انا بحمي الطيور من الامراض. انا الفراخ اللي عندي مش انا ما ساعدهاش ان هي تتعب، يعني انا مش انا اللي هكون بتعبها بايدي، يعني مش انا اللي اجيب لها التعب بايدي يعني. كل قصتك في التربيه انت بتحاول على قد ما تقدر تحافظ على الفراخ اللي عندك ان هي ما يجيلهاش امراض. في تصيره حمراء في الارض بنضف الارض، بعلي النشاره، بحط جير عشان يمتص الرطوبه، الكلام ده كله بيساعد ان هو يقلل نسب الاصابه بالامراض. انما انا بقى اروح اجيب السقايه مكسر ان انا انضفها، بتاع السقايه مكسر انضفها، والعلافه مكسر انضفها، وكمان احط لهم في
في حاله اللي يشربوا فيه ويتبهدلوا. دي مش فراخ بلدي يا جماعه، رغم ان برضو لو الفراخ البلدي ما ينفعش ان احنا نحط لهم في الحاجات المفتوحه دي. يعني السقايه دورها الاساسي ان هي بتحافظ على الميه او بتقلل نسب الاصابه بالامراض اللي بتبقى موجوده في الميه. انا اول ما الفراخ هتعمل حمام في الميه او اي حاجه، الميه دي اتحولت على طول كلها سموم فطريه، بالاضافه ان هي كمان تبقى سبب في انتشار كتير من الامراض. عشان نحافظ على التربيه اللي عندنا من الامراض، او احنا على قد ما نقدر نحميها، زي ما بيقولوا الامان الحيوي، يعني انت على قد ما تقدر حاول تحميها. لكن لما تتعب بقى ويجي لها تعب هي من عند ربنا لوحده بقى، فخلاص ابتدي عالجها. لكن ما كمان ما تهملش انت فيها وتبتدي تهمل في المكان وتهمل في التربيه وترجع تقول اصل الفراخ اللي عندي تعبت والفراخ اللي عندي فيها والفراخ اللي عندي فيها. فنحافظ على التربيات اللي عندنا، الحاجه كلها غاليه، وربنا يصلح حال الجميع. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.